بتنظيم من جمعية الثقافة والتراث وجمعية إغرماون الثقافية، أين تم برمجة معارض ونشاطات ثقافية وخرجات سياحية للمعالم الأثرية التي تزخر بها المنطقة، كما كانت الفرصة للتعريف بتقاليد أهل المنطقة في كيفية الاحتفال بيناير. المحافظة سمي الأمازيغية ارتأت أن تشارك هذه الجمعيات في احتفاليتها وأن تساندها وتكون لها تمد لها يد المعاونة. في اليوم الأول قمنا بالمحاضرات، كان عندنا محاضرات في تاريخ المنطقة، محاضرات أيضا في عادات وتقاليد المنطقة خلال عيد رأس السنة الأمازيغية أو يوم رأس السنة الأمازيغية المعروف عندنا بيناير. الاحتفال بيناير في عسلة كان فرصة للتعريف بموروث هذه المنطقة التاريخية وإعطاء بعد وطني لهذا العيد. الهدف الأول من تنظيم هذه التظاهرة هو إحياء التراث الثقافي، هذا أولا. يعني عندنا تراث، عندنا يعني تراث مادي وتراث لا مادي. التراث المادي يعني اللي راه كاين، يعني كمثلا قصر، الواحة، الفولكلور، هذا كله تراث مادي. ولا المعارض، ملك نقلت في هذه المعارض عندنا هذه كل تراث مادي، وكاين تراث لا مادي اللي هو العادات والتقاليد نتاع المنطقة. طريقة الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية أو يناير بلسان أهل المنطقة له ميزة خاصة متأصلة في السكان منذ القدم. كاين عندنا بعض العادات يقوموا بها الأطفال الصغار في هذه المناسبة. قبل يناير بالنهار يقوموا يدوروا في البيوت، كي ولد الغني كي ولد الفقير. يقولوا واحد الكلام بالامازيغيه يسمى شغل، يطلبوا هذاك الماء، واحد 7 مواد يستعملوهم في ذاك الطبق نتاع العشاء نتاع الناير، فيها القمح اللي قيم الساك هذوك يضم، ويجتمع الغني والفقير يمشوا مع بعضهم لكي كاع الناس يتعشوا نفس العشاء. ختام التظاهرة كان بطريقة تقليدية تعكس حفاظ سكان عسلة على موروثهم التاريخي الذي توارثوه عن أجدادهم، ويبين تمسكهم بأصالتهم الأمازيغية الجزائرية. يسدل الستار عن الاحتفالات بعروض فولكلورية وتقديم بعض الهدايا للمعوزين وسط روح كبيرة من التعاون والتضامن.